والشكلاط كيجي باين فيه هانتوما. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كوكيز اللي ساهل ماهل بمقادير بسيطه ان شاء الله. غادي نحتاجوا فيه 500 غرام ديال الدقيق يكون ممتاز النوعيه جيده، وغنحتاجوا 150 غرام ديال لي بيبيتو شوكولا، وغنحتاجوا 250 غرام ديال الزبده. انا كنستعمل الزبده من اصل حيواني، هي اللي كتعطي ديك اللذه، وجوج ديال البيضات، قبيصه ديال الملح، واحد الخميره، واحد فاني. صافي على بركه الله. غادي نبداو دابا ان شاء الله بالتحضير ديال الكوكيز. ان شاء الله غادي نديروا الزبده ديالنا الاولى، غنخدموها مع السنيده. السنيده عندي هنايا السنيده البنيه. معك تعابره ديجا المقادير كيلصقوا ليا في الكاس. غنحيد غادي نخدموهم بحال هكا. نحاولوا ندخلوا السنيده في الزبده. بعد ما خدمت السنيده والزبده مزيان، دابا غادي نضيف عليهم دوك جوج بيضات. بسم الله. وقبيصه الملح لتعديل الذوق. صافي، وغادي نخلطوهم بحال هكا. بسم الله. دابا غادي ندير الخميره ديالي وفاني. نديرو الفاني الاول، من بعد الخميره ديالي غادي نديرها فوق الدقيق. نخلطو الفاني مزيان. غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بسم الله. الدقيق اللي يكون بطبيعه الحال مغربل، انا راه غربلته حطيته هنايا. نحاولوا نبداو ندخلو بشويه بشويه تندخلو الدقيق ديالنا كامل. بعض المرات كيشيط ليا واحد شويه، راه على حساب النوعيه ديال الدقيق. حيت العجينه ما غنقصحهاش بزاف، حيت مازال غادي نضيف ليها الشوكولاط، والشوكولاط غادي يزيد يقصحها. يعني ما خصنيش ندخل الكميه كامله وتقصح معايا الكوكيز ديالي. هاد الوصفه هذه خديتها من عند ماما، كتصايب كوكيز زوين، وقلت لها عافاك قولي لي الطريقه اللي كديري، وهي تعطيني هاد الطريقه. الطريقه ديالها زوينه، كيجي كوكيز خطير صراحه، بحال ديال المخابز. كتصايبوا لخويا. نبدا ندخل دابا كما كتشوفوا. دابا هاني خلطت العجينه ديالي كامله، كملت بيديا. صافي، دابا غادي نضيف الشوكولاط. صافي، من بعد ما خلطته بهذا الشكل هذا، دابا غنصايب منه دي بودان اللي غادي ندخلوهم ان شاء الله للكونجيلاتور. انا قطعت واحد جوج كويرطات كما كتشوفوا ديال ورق الزبده اللي غنلوي فيهم، وناخذ نستعملوا بواحد شويه دقيق باش نصايبوا لي بودان ديالنا اللي غادي ندخلوا للكونجيلاتور تيبسوا معنا. عاد سهل معنا في التقطاع، باش كتقطع معنا ساهله ماهله. شويه ديال الدقيق، حيت انا الكوكيز ديالي درتو خفيف شويه، كنديروش قاصح. بسم الله. بحال هكا. نتوما ديروا على حساب السمك اللي بغيتو، قداش بغيتو يكون كوكيز، واش صغير ولا كبير. غنبداو نقطعوا في الكوكيز ديالنا. كما كتشوفوا جبدته من الكونجيلاتور، انا ما صبرتش عليه بزاف. نتوما الا قديتو صبروا عليه. انا كندير بحال هكا، كنقطع وكنحط هنايا في اللاطه ديالي اللي وجدت، درت فيها بابي كويسون. غيكون الموس ماضي مزيان، وديروا القياس اللي بغيتو، بعدوا بيناتهم باش منين يطيبوا ما يديروش، ما يتلاصقوش. هانتوما على هذا الشكل هذا. غنبقى مستمره تنكمل الوحدات ديالي كامله ان شاء الله. انا كنضغط عليها واحد شويه بحال هكا باش نعطيها الشكل الدائري. صافي،
وغنبقى مستمره تنكمل الوحدات ديالي كامله وغندخلهم الفران درجه حراره 180. المده ديال الطياب دغيا كيبانوا لكم تحمروا صافي وحيدوهم. كما كتشوفوا البنات خرجت الكوكيز ديالي من الفران، شفتوا الشكل ديالو كي داير، كيجي لذيذ بزاف وكيعطي كميه كثيره. راه انا درت 2 لاطات تقريبا اللي دخلت للفران. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وديروا لايك وتشتركوا اللي ما مشتركش في القناه يشترك وتضغطوا على الجرس. وراه في الانستغرام ديالي كنلوح زعما لي فيديو ديال الطبخات اللي كندير، ولا بغيتوا شي اسئله ولا شي حاجه مرحبا في الانستغرام. وشكرا جزيلا على المتابعه. ها نتوما شوفوا كوكيز كيجي، شفتوا كي داير، كيجي هشيش بزاف وراه طايب. خصكم غير تحمروه، ديروه في الفران على ما يتحمر وتحطوه. ها نتوما والشكلاط كيجي باين فيه. ها نتوما